الثانية ستكون أكثر أهمية. لماذا؟ لأن الفريقان يلعبان من أجل مكانة في القسم، من أجل مكانة تؤهلهم إلى المنافسة القارية. أتكلم عن مولودية وهران وشباب الوزداد، أو شباب الوزداد الذي سيستقبل مولودية وهران بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. يريد فريق شباب الوزداد الانتصار، وكذلك تحقيق الانتصار والابتعاد والاقتراب من مولودية وهران الذي يبتعد عن فريق شباب الوزداد في الترتيب. مباراة مولودية وهران يتبقى لها مباراة أخيرة في الجولة 30 وشباب الوزداد يتبقى له مباريات متأخرة. يعني شباب الوزداد إذا انتصر في غدا سيكون بنسبة كبيرة أحسن من مولودية وهران في الترتيب. لهذا على الحمراء وربما ستكون مباراة وقوية جدا. نذكر فقط بأن مولودية وهران وشباب الوزداد كلاسيكو، يعني منذ زمن، منذ الستينات وكذلك السبعينات القرن الماضي.